السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا يا حبايبي، أنا وعدتكم بإني أقدم لكم دلكة للعروسة وكل ما تحتاجه العروسة من أول يوم زفافها لحد إن شاء الله ما ربنا يكرمها وتجيب بيبي بإذن الله. طبعا أنا هقول لكم شوية نصائح للعروسة. يعني أولهم يعني نبدأ إذا كانت عروسة مثلا لسه فاضل لها شهر ولا شهرين عبال ما تدخل، نبدأ من دلوقتي نعمل ماسكات وتفاتيح وكل ما يخص العروسة إن شاء الله هننزله بإذن الله مع بعضين. المرة دي هنزل لكم الدلكة دي طبعا بتتعمل قبل جواز العروسة بشهر. نحن بنعملها في الصعيد بكذا شكل، لكن الشكل اللي هقوله لكم ديتي اسرع واسهل وبرضه موجود عندك، مش هيكلفك حاجه، وهو باذن الله هيخلي بشرتها ناعمه زي الحرير. المكونات اكتبيها الاول عندك عشان انا هوريك ايه بالظبط هيتعمل النهارده. طبعا المكونات كلها كوبايه ترمس مطحون اللي هو دوت، كوبايه حمص مطحون برضو، اللي هو الحمص ده اللي هو من المحمسه اللي بنشتريه مع الفول الفول السوداني واللب، مش اللي بنطبخ بيه. 5 معالق عسل نحل، و5 معالق نشا، ومعلقة مسك مطحون، مسك ابيض مطحون اللي هو المسك اللي برضو نفس من عند العطار برضو. المسك ده طبعا متوافر في كل الدنيا يعني. ونص كوباية ردة، اللي هي الردة اللي احنا النخالة عندكم تسموها نخالة، دي الردة نص كوباية. يبقى المكونات كوباية ترمس مطحون، كوباية حمص مطحون، 5 معالق عسل نحل، 5 معالق نشا، معلقة مسك، نص كوباية ردة. وكله ده هيتخلط ويتعجن بالمية قدامك، هنشوفه مع بعضينا وهوريكم الطريقة واحدة واحدة. وعليهم كمان عصير ليمونتين. ادي ده الترمس المطحون، برضه تسألي فيه اسألي عند العطار، واللي ما يعرفش يعني ايه ترمس يروح عند العطار برضه ويشوفه، يقولوا انا عايز ترمس مطحون للبشرة. النهارده هعمل لكم نص المقادير عشان انا يعني اللي عايز يزود براحته يزود. دي انا عاملاها نص كوبايه ترمس مطحون. كويس. هنحط قدامها برضو نص المقدار حمص مطحون، نص الكوبايه بالظبط. هنحط طبعا هي الخلطه محتاجه نص كوبايه رده، احنا هنحط ربع، يعني نص الربع، على اساس ان انا بعمل نص الكميه بالظبط. دي عايزه عصير ليمونتين، هنحط عصير ليمونه واحده. برضو الخلطه عايزه 5 معالق عسل، احنا هنحط معلقتين بس، على اساس برضو دي نص المقدار. كده نص المقدار. انا طبعا المقدار الاولاني انا قلت لك عليه، يعني اللي هو الكميه اللي انت هتعمليها دي تكفي مرتين 3 للعروسه. الكميه اللي انا بعملها دلوقتي دي هتكفي مره واحده. الكميه اللي انا بعملها دلوقتي دي تكفي مره واحده. حطينا كل المكونات كده، هنخلطهم مع بعض. هنخلطهم جامد مع بعضيهم، وهنشوف الطريقة مع بعضينا ازاي هنسويها الخلطة. وان شاء الله يا رب كل عروسة ربنا يكرمها يا رب كده ويسعدها في حياتها ان شاء الله يا رب، ونسمع عنها كل خير، ويسعد بناتنا وبنات المسلمين يا رب ويريحهم في بيوتهم. هنحط 5 معالق نشا. طبعا هي المفروض 5 معالق نشا، لا احنا هنحط معلقتين نشا. طبعا النشا اللي هو نشا الذرة، اللي هو في السوبر ماركت، يعني برضو مكتوب عليه نشا العروسة، على اساس برضو ان شاء الله يجعل ايامكم كلها فرح وهنا يا رب ان شاء الله. هنحط معلقتين نشا على الوصفة دي، لاني انا عاملة نص الكمية. انت شوفي الكمية اللي انا عاملاها دي، انت يعني ايه براحتك، شوفي انت قسميها براحتك. المقدار اللي انت عايز تعمليه براحتك تعمليه، لكن احنا دلوقتي بنقسم المقدار على اساس
المكونات اللي عندك دي تكفي مرة واحدة للجسم، لكن الخمس كوبايات وخمس كوبايات دي تكفي مرتين 3. هي ان شاء الله دي وصفة باذن الله ممتازة جدا. ويا ريت كمان العروسة بعد ما تعمل المسك ده انت ده هتعمليه لمدة شهر، كل يوم تعمليه، هيخلي بشرتك وجسمك ناعم زي الحرير. دي يا ريت كمان الستات برضو، السيدات حبايبنا وكده يعني برضو يستعملوها، عشان برضو هتفتح الجسم وتنعمه. هنحط معلقة المسك ونزود شوية مية. هو ممكن انت تعجنيها بمية ورد، لكن هي عشان فيها مسك، المسك ده بيخلي ريحة الخلطة جميلة وبتفضل قاعدة في الجسم على طول يعني، وانت حتى بتشمي ايدك تشمي جسمك تلقي نفس الريحة. ريحة حلوة ومعطرة وجميلة جدا. الترمس طبعا ده اساس تفتيح البشرة والاماكن الداكنة والاماكن الغامقة وكده. الحمص ده مادة غنية جدا جدا بتغذي البشرة والجسم خالص. النشا ده برضو بيدخل في درجات التفتيح، وبيغذي الجسم والبشرة، وبيخلي جميع الجلد الميت كله يطلع. احنا عملنا كده الخلطة اهي، مش عايزينها تزيد عن كده عشان ما تنشفش يعني، ولا تبقاش طرية خالص. هنحط دول على النار لمدة يعني مش يسخنوا بس، يعني مش يغلوا او ولا مثلا لا، يسخنوا. مجرد ما تحط ايدك كده تلقيه سخن تستحمليه. هنحطه على النار وهاجي هوريهولكم ونستعملوه مع بعض برضو. يا حبايبي بعد ما احنا عملناها على النار بقت بالشكل ده. حطيتها في طاسة، حطيتها على النار يا دوبك بس سخنت، مجرد سخونة كده اهو. طلع نزلتها من على النار، وبعدين تاخديها انت بايدك تحطيها من اول وشك لحد دراعين، بين الصدر، في الظهر، في الفخادي، في الرجلين، تمسح بيها جسمك كله. طبعا انت هتعملي كمية لجسمك كله، انما انت لو عايزة مثلا تعملي كمية صغيرة تجربي بيها يقبل الكمية دي. لا انت طبعا انت اول ما هتبتدي ابتدي بالكمية الكبيرة كلها اللي انا مليت لك مقاديرها في الاول من نفس المكونات زي كده. انما انت هتعملي الكمية دي دلوقتي اللي هي الكبيرة، تاخدي جسمك كله من اول لاخره تدهنيه خالص، تاخدي كمية كده اهو، كمية يعني، وتروحي فاردة على جسمك كله مع الضغط. شوف انا يا دوبك مستحملة العجينة لان هي سخنة، بس طالما مستحملها خلاص. وتدعك كده اهو بيها، ما تخليهاش خفيفة، لا خليها ايه كده تقيلة كده، خليها بالطريقة دي تقيلة كده مش خفيفة يعني، مش تمسحيها كده لا، خلي المعجون كده كله تقيل على ايدك كله كده اهو اهو. هتحطيه بالطريقة دي. طبعا انت هتكوني في اوضه النوم قافله على نفسك، معاكي واحدة صاحبتك، معاكي اختك، والدتك. طبعا احنا اهالينا كانوا زمان يعملوا لنا دي كانوا يسموها عندنا في الصعيد مش دلكة، كانوا يسموها مغرة. المغرة دي كانوا يجيبوا لنا الردة ويغلوها على النار بمية سخنة وعليها ترمس وعدس وحاجات زي كده، واول ما تغلي يسيبوها تبرد شويه صغيره ويعملوها لنا بنفس الطريقه. بس طبعا الخلطات دي بقت اهم وافيد. تعمليها بالطريقه دي وتبقى الكميه جامده على ايدك، وتسيبيها لحد ما تنشف. بمجرد ما تنشف تروحي جايبه تفركيها بشده كده، تفركي كده يعني، بصي كده بشده، عشان لو كان في شعر ينزل، في جلد ميت ينزل. فركتيها خالص بعد ما نشفت يعني، تسيبيها لحد ما تنشف. هي هتنشف بسرعه مش هتطول يعني، بس تكوني ايه فاتحه مروحه عليكي اذا كان في الصيف. لا في الشتاء هتنشف وحديها. هتنشف تفركيها بضغط جامد، وانت بتضغطي كده هو جامد على ايدك كده، بتفركي جسمك كله ووشك وايديك وكله. وبعد ما تفركيه طبعا هيكون جسمك كله نشف، تجيبي زيت الزيتون تاخدي شويه كده على ايدك وتدعكي جسمك كله بزيت الزيتون وتسيبيه لمده ساعتين. لمدة ساعتين هيخلي البشرة عبارة عن، شفتي الوردة المتفتحة زي كده اهو. دي الوصفة دي تعمليها كل يوم ان شاء الله بالليل زي كده، وتدهني جسمك بزيت الزيتون لمدة ساعتين، وتغسلي جسمك عادي بالطريقة اللي انت بتغسلي جسمك بيها.
وان شاء الله يا رب تكون الوصفة عجبتكم وتكون مفيدة. واي تعليق انتوا برضو عايزين اي حاجة انا معاكم. ويا رب كل عروسة ربنا يكرمها يا رب ويهنيها في بيتها. ومش مش اوصيكم على اللايك واشتراك، وانا معاكم في كل وقت وفي كل دقيقة وفي كل ساعة، في كل ما انتوا تعوزوني في اي شيء انا معاكم ومش هوصيكم. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.